السلام عليكم خوتي، تحية للجميع وتحية لكل أبناء الشعب الجزائري. نستهل موضوعنا اليوم نتحدث على موضوع مهم، وهو أنه شرور المملكة المخزنية تجاه الجزائر. هذه باش تعرفوها منذ القدم، ماهوش إذا بدينا فقط من العهد الإسلامي أيام دولة المارينيين، هذه اللي كانت بعد ما تأسست هذه الإمارة المارينيين. كانت أول أفكار ديالها هو التوسع، فاهم، وبدات تشن هجوم على مدينة تلمسان، وحبت تحتل مدينة تلمسان وتاخذها بالقوة، فاهم، باش تعرفوا. وبعدين جاو السعديين نفس الشيء، وبعدين جاو العلويين أيضا، فاهم، لم يختلفوا عن السعديين في شيء، فاهم، في العملة، في الخونة، في كل شيء، خذوا أسلوبهم أيضا. وبعد الاستقلال راكم شفتوا ايضا المكائد اللي كانوا يكيدونها للجزائر حتى في ايام الاستعمار الفرنسي، في عهد الامير عبد القادر، ثم ايضا ايام الثوره التحريريه، وبعد الاستقلال راكم شفتوا حرب الرمال وغيرها وغيرها. اذا هذه المملكه المخزنيه من زمان وهي تكيد للجزائر كيدا، باش تعرفوا. واخر المكائد ديالهم باش تعرفوا هي العشريه السوداء، اللي كانت المملكه المخزنيه من وراءها، وكانت تدعم في الارهاب علني. لانه باش تعرفوا بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وأنه حتى وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين كانت تصفية معروفة بين المخابرات الفرنسية والإسرائيلية والمخابرات المخزنية. وخير دليل هو المكالمة الأخيرة الملك ديالهم، هذا الملك الحسن الثاني، للرئيس الراحل هواري بومدين، من أجل يديروا لقاء، وقال له اذا ما التقيناش هذه المره ما نزيدوش ابدا نلتقيه، فاهم. هنا تعرف باللي، باش تفهم باللي كان عارف انه سيتم اغتياله، فاهم. وكان مشارك هذا الحسن الثاني في اغتيال الرئيس الراحل هواري بومدين، فاهم، لانه الوحيد اللي كان واقف له وما قدرش يتصدى له الحسن الثاني. حتى جبهة البوليساريو انذاك كانت قوة، ولو انه بقى بومدين حي كانت خدات استقلالها الان، فاهم، لانه حتى ظهر فشل واضح في الجيش الملكي وما قدرش يتصدى لجبهة البوليساريو. وبدات جبهة البوليساريو تقوم بشن حروب داخل الأراضي المخزنية، فاهم، المملكة المخزنية هذه، فاهم. هنا مما خلى المملكة هذه أن تقوم بهذا العمل كله هو تصفية الرئيس الراحل هواري بومدين، وشاركت مع المخابرات الفرنسية اللي كانت ناقمة عليه أيضا فرنسا وإسرائيل أيضا، باش تعرفوا. وفيه عناصر في الداخل أيضا شاركوا من داخل الجزائر، باش تشوفوا الخونة حتى داخل الجزائر موجودين أيضا، ويتمثلوا في ضباط فرنسا اللي أعطاوا يد في الأمر هذا لاغتيال الرئيس هواري بومدين. ويحتمل إذا ما روحوش بعيد أنه حتى بوتفليقة داخل في المعمعة هذه مع الضباط فرنسا، باش تعرفوا. فاهم، هنايا لما تم اغتيال الرئيس الراحل هواري بومدين وجا الشادلي بن جديد، وكم عارفين انه الشادلي بن جديد كيف جا وشكون جاب وغيرها معروفة، فاهم القصة، لا داعي لذكرها هنايا. وانه ما عنده حتى مستوى ولا ايديولوجية يمشي عليها، وسهل سهل اي واحد يقدر يحقق مطالب منه. والحسن كان كشخصية مارقة، فاهم، وعنده ذكاء، وفاهم. لقاه هذا الشادلي ماهوش مستوى ديالو، فاهم، لقاه سهل، فاهم، وبقى يتقرب معاه الحسن الثاني، وكانوا يخرجوا يروحوا يصيدوا وغيرها، وبدا يدير علاقات معاه، فاهم. ومن بعد باش تعرفوا باللي جاب وسيط وهو من المملكة العربية السعودية باش يتوسط في الخلاف اللي كان قائم آنذاك بين الجزائر والمملكة المخزنية. جاب الملك فهد وتوسط في القضية هذه، وأيضا الجزائر طلبت من جبهة البوليساريو إيقاف النار وإدخال الملف للأمم المتحدة وغيرها. وهما من وراء هذه كانت عندهم مخططات فقط، فاهم. باش تعرف بلي كانوا عارفين
وين كانوا رايحين، فاهم؟ هذه المملكة المخزنية وكش كانوا يخططوا للجزائر آنذاك، فاهم؟ ومع الأسف أنه كان عندنا رئيس نائم بكل صراحة، وهو اللي تسبب في خراب الجزائر من البداية حتى الآن. هذا كله أغلب فيه مشاكل الآن اللي رانا نعاني فيها كان السبب ديالها هذا الرئيس هذا بن جديد، فاهم؟ المهم هنايا لما قلت لكم عملوا اتفاق ايقاف اطلاق النار مع جبهه البوليساريو، هما راحوا بناو الجدار هذاك، استطاعوا يبنيو الجدار هذاك ويكملوه ويلغموه ويحصنوا روحهم مليح وبقاو يتلاعبوا بالقضيه، فاهم؟ وجات الجزائر لما دخلت في العشريه السوداء، هما واش داروا؟ كيف يدخلوا لازم يكون سبب باش يقدروا يدعموا الارهاب ويدخلوا في شؤون الجزائر. واش يديروا هما؟ قامت المخابرات ديالهم بتفجير ما يسمى تاع إفني هذاك في مراكش، وبعد ساعات معينه، فاهم؟ قبل التحقيق، تصور انتم تم بسرعه عرفوا أن الجزائر هي السبب، وأن المخابرات الجزائريه اللي قامت بالعمل الارهابي هذاك، واتهموا المخابرات الجزائريه في غضون ساعات بدون تحقيق. لو نقولوا عملوا تحقيق وتأكدوا بينوا ولا شيء، باش تعرف بلي باينه واضحه القضيه ان المخابرات ديالهم هي اللي قامت بالعمل هذاك فقط باش توتر العلاقه وتتخلى على ما يسمى باتفاقيه الاتحاد المغرب العربي، فاهم؟ هما اللي تخلاو عليها، والان هما يطالبوا بها ويتبكاو لنا في القنوات ديالهم الاتحاد المغرب العربي. ما الاتحاد المغرب العربي؟ ايا راحوا غلقوا الحدود ديالهم ولمده اسبوع وقيل، ومن بعد لما فتحوا الحدود كانوا وزاره الداخليه ديالهم صدرت قرار بفرض التاشيره على الجزائريين. كان انذاك زروال ورد بالمثل، فاهم؟ وغلق الحدود هذيك وفرض تاشيره على المراركه، فاهم؟ هنا باش تعرف بلي هنا كان توتر لغايه لاعلى درجه، فاهم؟ هنا خلى المملكه المخزنيه يسهل عليها باش تبدا تساعد في الارهابيين، وبدات تساعد في الارهابيين وتدعم فيهم بالاسلحه، بما فيها حتى اسلحه اسرائيليه. منين تجي اسلحه اسرائيليه؟ الا من عندهم، باش تعرفوا هما اللي عندهم علاقات من زمان مع اسرائيل وكانوا يشريوا الاسلحه على اسرائيل، بدات تدخل الاسلحه هذيك للجزائر، وبدا القتل والذبح وغيرها في الجزائر. وخلاص هما كانوا حابين ماذا بيهم انه الجزائر تتخرب نهائيا وتتدمر نهائيا وتتقسم نهائيا، باش هما يكونوا كدولة قوية في المنطقة ويفرضوا الأجندة ديالهم، وبالأخص الأجندة اللي عندهم تاع التوسع هذه على الأراضي الغير، الحمد لله أن الجزائر لها رب يحميها، وأن الشعب الجزائري بدا يتوعى من الذبح هذاك وبدا يستغرب بأنه من المحال يكونوا الجزائريين بهذه الدرجة هذه قتالين مصاصين الدماء، سبحان الله، وإحنا كلنا إخوة. استعجب، بدا الناس بعد قانون الرحمة هذيك بدا الشعب يلتف حول السلطة ديالو وحول الدولة ديالو، وبدا الشعب نفسه يحارب في الإرهاب. الحمد لله خرجنا من العشرية السوداء هذيك، ورغم أضرار وقعنا فيها كبيرة، ولكن الحمد لله بالنسبة إذا شفنا المخططات اللي كانوا موجدينها للجزائر نقول الحمد لله أنه خرجنا على الأقل سالمين، رغم الخراب اللي كان واقع. تصوروا كم من مؤسسات حرقت وكم عدد الوفيات وغيرها من الخراب والدمار، واضح الأمر. هنا بعد موراها هما جاء رئيس بوتفليقة وبدات الأمور شوية نوعا ما بدات يستثب الأمن في الجزائر، وبدا الأمور تتحسن نوعا ما حتى وين بدا الربيع العربي، هما لما بدا الربيع العربي إيش عملوا؟ استغلوا سيناريو آخر، هو قضية التواصل الاجتماعي. بداو يديروا في الفتنة من خلال
القنوات تاعهم تواصل اجتماعي بداو يركزوا على الوسائل هذه كثير، وفتحوا قنوات ودباب وغيرها وغيرها، وبداو يشنوا حروب على الجزائر بها، فباش يحبوا يخلقوا فوضى داخل المجتمع الجزائري، وتدخل الجزائر في الربيع العربي، فاهم؟ كانوا موجدين روحهم، فاهم، في القضية هذه مليح، فاهم. ومع الأسف أن الشعب الجزائري كان ذكي، وكان استخلص عبر في العشرية السوداء وغيرها غيرها، خلى الموجة تمر عليه، والحمد لله مرت الأمور بسلام. وحتى أيضا احنا كنا من الناس نحثوا أن الشعب يلتزم الهدوء وما يخرجش، لأنه هذه مجرد مخططات، وهذا الربيع ماهوش ربيع فعلا حقيقي باش أنه الناس تخرج البلدان هذه من الأزمات وكذا وكذا، هو فقط خراب عربي، فمو فعلا هذا اللي وقع في الدول. راكم شفتوا سوريا واليمن ومصر وأيضا ليبيا وتونس وغيرها، فاهم. الحمد لله احنا كنا خرجنا شعرة من العجين منها، فاهم. هاي ما قدروش أيضا وش يديروا، راحوا سلطاو النقطة أخرى، وهي النقطة تاع القبائل، باش خلاو هذا فرحات مهني لما خرج لفرنسا باش يستقر، تقربوا ليه المخابرات وطلبوا منه باش يعاونوه ويساعدوه بالمال وبكل شيء باش يأسس ما يسمى هذه الحكومة القبائل، فاهم، ويدير وزراء ودعم وكل شيء. هذه أفكارهم أفكار مخزنية، لأنه من المستحيل أنه قبائل يفكر في إنشاء حكومة، فاهم، لأنه إحنا أي حكومة باش نشؤوا الجزائريين والقبائل اللي حاربوا على الأرض هذه كلها وسال دمائهم كلها على الأرض هذه، أنت باش تجي تقول له ندير حكومة وتعطيني بين زوج جبال قرية ونعيش فيها أنا وحدي، فاهم، هذا ما يدخلش في العقل، فاهم. مجرد استفزاز فقط للجزائر، وكتحضير باش يبتزوا الجزائر في الأمم المتحدة وغيرها وغيرها باش تسكت على قضية الصحراء الغربية. مع ذلك باءت بالفشل، حتى هذه القضية هذه ما عادش تاكل الآن. والحمد لله أنه أغلب الناس حتى القبائل فايقين بالأمر هذا، وبما فيه نحن كنود القبائل أيضا فاهمين القضية هذه، والحمد لله. هنا باش تعرفوا مش فقط هذه المنطقة يحوسوهم، بالعكس حتى راحوا أيضا عندهم مخططات في مالي لتهديد الأمن القومي الجزائري، وعندهم حتى داخل الجزائر أيضا في الصحراء الجزائر، بما فيه أيضا تحريك بعض المرتزقة وكذا باسم الأمازيغ وباسم كذا، مثل غرداية، منطقة غرداية، وبعض التوارق يحبوا يدخلوا في كل شيء، فاهم. باش تعرفوا راهم عندهم مخططات كثيرة تجاه الجزائر مع الشعب الجزائري اللي ياخذ الحذر من هؤلاء الناس، فاهم. ما معناتها انه هذا الشر ديالهم ما حش ينتهي الا بسقوط هذا النظام، فاهم. هما كان يقدروا كيف يقتالوه هذا تبون يقتالوه، فاهم، لانه بكل صراحه الحق لهم تبون لنا وسبب لهم مشاكل لنا، فاهم. على هذيك ما همش حاملينه اصلا. علاش شادي بن ما تلقاهمش يقطعوا فيه ولا يتكلموا عليه ولا ضدوا، لانه كان مسالم معاهم وحقق لهم اغراض ديالهم اللي يحبوها. ما قالوا اتحاد المغرب العربي قال لهم اوكي، فاهم. اشياء كثيره، فهمتني. مخططات تاعهم حققها الشاذلي بن جديد. على هذيك عمرهم ما يجوا ضد الشاذلي بن جديد ولا يتكلموا على الشاذلي بن جديد، عكس الرئيس الراحل هواري بومدين اللي يطعنوا فيه، وايضا يمين زروال ايضا، حتى بوتفليقه ما كان مسالم معهم ايضا الحقيقه فقط، فما فتحش الحدود وغيرها وغيرها. كانوا في البدايه يشتموا فيه ويضحكوا عليه، وفي النهايه جاهم رئيس أشد، فقساوة من الشاذلي بن جديد ومن زروال من واسمه أيضا بوتفليقة. هنا قلت لكم كان يقدروا كيفاش يديروا تصفية لهذا الرئيس، يديروا له تصفية، لأنه لحق لهم الماء حتى لا أنا فاهم منه، فاهم. واذا قلت لكم انه ما تنتظروش ايضا معناتها خلاص انتهى الامر، لا، مازال كل مره يصوتيوا الموضوع، وكل مره يخلقوا بلبله، وكل مره يجبدوا اشاعه، وكل مره باش تعرفوا هذو الناس ما همش ساكتين وما همش
قاعدين، فاهم؟ هذا هو العمل ديالهم من زمان، وهما يكيدون لنا كيدا، فاهم؟ معناتها ناخذ الحذر ديالنا شعب من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، حذاري ثم حذاري من المملكة المخزنية هذه باش تعرفوا. اما قضيه المغرب العربي هذه اللي يدعوا بها ويقول لك مغرب عربي وما مغرب عربي، يا اخي احنا ماناش محتاجين هذا المغرب عربي اصلا. واذا درنا المغرب العربي نديروه مع الجمهوريات فقط، نديروه مع تونس، نديروه مع ليبيا، موريتانيا، وان شاء الله لما تستقل الصحراء الغربيه تدخل. وعندنا ايضا قضيه الريف لازم ندعموها ايضا احنا، وان شاء الله تاخذ استقلالها تنضم ايضا. وقضيه تسميه المغرب العربي ماشي مشكل، نبدلوا له اسم ونقدروا نسموه ليبيا القديمه، مثل ليبيا، ليبيا الكبيره، لانه زمان في القرون الغابره كانت تسمى المنطقه كلها ليبيا، الليبو كانوا عايشين فيها، فاهم؟ من الامازيغ. اذا نقدروا نسميو تسميات عده، فاهم؟ مش شرط انه نسميو المغرب او المغرب الكبير وهذه الخرافات تاعهم، فاهم؟ احنا في غنى عنها، فاهم؟ اذا انا موافق انه يكون اتحاد شمال افريقيا، او اتحاد المغرب العربي، او اتحاد ليبيا الكبيره، اسماء عده، فنقدر ناخذ اسم من هذه الاسماء هذه ونسميه بها المنطقه هذه. عندك الجزائر، وعندك ليبيا، وعندك تونس، وعندك موريتانيا، وان شاء الله في المستقبل تكون ايضا الصحراء الغربيه، وتكون ايضا جمهوريه الريف، ولما لا ايضا، فاهم؟ لانه ناس يطالبوا باسترجاع الجمهوريه ديالهم، وهذا من حقهم. كناس يعيشوا فوق المعموره هذه، فاهم؟ وايضا احنا انه هذه الانظمه كلها اللي ذكرتها كلها عندها انظمه جمهوريه، عكس النظام الملكي. احنا اللي ما يساعدناش النظام الملكي هذا، وما نقدروش نتفاهموا معاه اصلا، فاهم؟ وبالاخص الجزائر، بالاخص الجزائر اللي راكم عارفين انه هذا النظام دائما يكيد للجزائر. اذا لا داعي باش نديروا معاهم تقارب ولا بناء علاقات ولا اي شيء، فاهم؟ واكتفي بهذا القدر كفايه، وشكرا والسلام عليكم خوتي. ثانك يو، باي.